اهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده محشي كرنب بخلطة رز رهيبة. محشي الكرنب طبعا من الاكلات التراثية عندنا في مصر، وستات مصر كلهم جامدين في عمايل المحشي. ومؤخرا من ساعة اليوتيوب والسوشيال ميديا بقينا نشوف افتكاسات كتير للمحشي، ولكن انا النهارده هوريكم خلطة المحشي بتاعتي. حاجات بسيطة جدا جدا هعملها هتنقل طعم الخلطة. حتى لو انتي بتعمليه حلو هتنقل الطعم من حلو لأحلى بكتير كتير كتير. حرفيا كل اللي هياكل المحشي عندك هيحلف بحلاوته. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا عشان ما نضيعش وقت، لان خطوات المحشي كتير زي ما انتم عارفين. اول حاجه بنعملها بنجهز الكرنبه بتاعتنا. دي الكرنبه بتاعتي حجمها كان متوسط، شلت منها كل الورق الاخضر والورق اللي ملوش لازمه. ودلوقتي هفرغ الجزء اللي في النص دوت علشان لما نشيل الورق يعني يبقى سهل علينا نشيل الورق من غير ما يتبهدل او يتكسر معانا. بنبتدي كده نشيل الورق بالراحه خالص، بيخرج معانا بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده، من غير يعني ما يجراله اي حاجه. عايزه اقول لكم حاجه، الكرنب يا جماعه او الكرنبه مش بحجمها او بقد ايه هي كبيره، لا الكرنبه بقد ايه هي تقيله. كل ما كانت تقيله في الوزن كل ما كانت محمله وشايله ورق كتير. بنفضل نشيل كده الورق بالراحه خالص ونرصه على بعضه لحد لما الكرنبه بتاعتنا تصغر كده بالشكل ده، على قد حجم الحله اللي احنا بنسلق فيها. هنروح دلوقتي على النار، حله فيها حله تكون كبيره كده يعني، فيها ميه بتغلي، هنزل فيها بمعلقه كبيره من الملح. وانا مش بضيف كمون لميه السلق يا جماعه. بنزل كده بالجزء ده من الكرنبة بالمقلوب كده زي ما انتم شايفين، بسيبه كده حوالي دقيقتين وبعد كده بقلبه دقيقتين علشان المية تتغلغل من جوه وتسوي لي الجزء اللي جوه. بعد كده بقلبه بسيبها حوالي 3 دقايق، وبعدين ببدأ أشيل الورق واحدة واحدة، بيتشال معايا بمنتهى السهولة. بالنسبة للخطوة دي يا جماعة عايزة أقول الخطوة دي مهمة جدا جدا، ونجاح المحشي بيبدأ من الخطوة دي. اظبطي سلق الورق بتاعك، ما يكونش مهري وما يكونش مش مستوي. يعني لو كان الورق مش مستوي كفاية، اما تيجي تسوي المحشي بعدين مهما تضيفي ليه من شوربة مش هيستوي برضو معاكي، والمحشي مش هيطلع احلى حاجة يعني. تمام. وكمان ما يكونش مهري. انا ظبطت لك الوقت كان 3 دقايق بالظبط يا جماعة للكرنب البلدي بتاعنا. بعد 3 دقايق بتنزليه كده في مية من الحنفية وبتشيليه، علشان لو رصيتيه سخن على بعضه هيتهري برضو منك ومش هيبقى حلو. لما تلفيه هيبقى متبهدل خالص معاكي. هنسيبه يصفي كده على جنب، يصفي المية بتاعته في مصفى، وهنبتدي نجهز الخلطة بتاعتنا. أول حاجة بجهز الخضرة. أنا عندي هنا حزمتين من الشبت وحزمتين من البقدونس، وأنا النهاردة حزمتين من الشبت عفوا وحزمتين من الكزبرة. مش بضيف بقدونس في محشي الكرنب يا جماعة. انا النهاردة هعمل كيلو ونص من الرز. الكرنبة بتاعتي اللي انتوا شفتوها دي بتاخد معايا كيلو، من كيلو لكيلو وربع من الرز، بس انا كنت هعمل محشي فلفل جنبه فزودت الكمية شوية. عندي حزمتين من الشبت وحزمتين من البقدونس، والخضرة برضو حسب الرغبة. بالنسبة للخلطة بتاعتي، أول حاجة أو الماستر بيس في الخلطة بتاعتي هي البصل يا جماعة. البصل عندي هنا 5 بصلات متوسطين، وبفرم البصل في الكبة فرم متوسط، يعني لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي بالشكل اللي انت شايفاه دوت. لازم كده وانت بتاكلي المحشي تحسي بقرشة البصل كده وانت بتاكليه، يعني ما يبقاش ناعم قوي، ما تهرهوش قوي قوي في الكبة. بالنسبة لعصير الطماطم، عصير الطماطم انا بحب عصير الطماطم كتير، فضايفه النهارده لكل كيلو ونص رز حوالي 3 لتر من عصير الطماطم. انت ممكن تقللي عن كده لو انت حابه، بس انصحك بالكميه دي بتبقى حلوه يعني. الخضره طبعا احنا عارفينها. بالنسبه للزيت عندي حوالي 3 ارباع كوبايه من الزيت، والمحشي بيحب الزيت يا جماعه. عندي كمان معلقه كبيره من السمنه البلدي، هقول لكم هنعمل بيها ايه. وعندي 3 طماطميات كده بشرتهم على المبشره. وكمان عندي دلوقتي 5 فصوص متوسطين من الثوم، ودي خطوة اختيارية. اللي مش بيحب الثوم يا جماعة ما يضيفوش، ولكن انا عايزة اقولك جربي المرة دي وشوفي الثوم بيعمل ايه في خلطة المحشي. احنا مش بنكتر يعني، يدوب 5 فصوص بس بتغير طعم الخلطة، يعني بتخليها في حتة تانية خالص. بالنسبة للرز زي ما قلت لكم هستخدم كيلو ونص من الرز. والرز مش بغسله دلوقتي خالص، الرز بنغسله قبل ما بنضيفه على الخلطة بحوالي 5 دقايق مش أكتر من كده. بالنسبة للتوابل عندي ملح وعندي فلفل أسود وعندي كمان كزبرة وكمون وشطة وبابريكا.
بنزل كده ب3 معالق صغيرين من الملح وشويه من الشطه حسب الرغبه، معلقتين صغيرين من معالق الشاي مليانين من الفلفل الاسود او الابيض، معلقتين صغيرين مليانين من البابريكا، ومعلقتين صغيرين كمان من الكزبره والكمون والكزبره يا جماعه. وعندي كمون بس مش هضيفه دلوقتي، يعني انا خلطت التوابل كلها مع بعض ما عدا الكمون. الكمون والكزبره الاتنين انا كنت محمصاهم وطحناهم يعني فريش، ده بيفرق جدا 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 في الطعم يا جماعه. بالنسبه للكمون مش هضيفه دلوقتي وهخليه على جنب دلوقتي. بمكس كده التوابل دي كلها مع بعض، وده ده خليط التوابل بتاعي اللي انا هستخدمه في المحشي بتاعي كله بقى من اوله لاخره. بالنسبه للبصل بقسم الكميه نصين، بخلي نصها كده على جنب، وبستخدم النص التاني دوت اللي انتم شايفينه دوت، هو ده اللي انا بسبكه. الجزء اللي انا مش هسبكه دلوقتي هضيفه ني على الخلطه بتاعتي علشان بس ما يعملش ريحه، فبدخله الفريزر على ما اخلص الخلطه، علشان بس البصل لو فضل كده بيعمل ريحه زي ما انتم عارفين، يعني لو دخلتيه الفريزر بيوقف الموضوع دوت. عندي كمان معلقتين كبار كده من الصلصه الجاهزه، وعندي نص بنجرايه، والبنجرايه دي يعني اختياري، انا دايما في الشتاء البنجر بيبقى عندي في التلاجة يعني، فبضيفه بيحمر لي الصلصه، بيبقى قيمه برضو غذائيه. هنروح على النار حله كده، هننزل بالزيت بتاعنا اول ما يسخن، ننزل بكميه البصل اللي احنا هنسبك بيها. هنقلب البصل كده، وانا مش عايزه البصل بتاعي ياخد لون، يعني يدوب كده يصفر، يعني هي عايزاه يبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه دوت. في المرحله دي او اول ما يوصل للمرحله دي بنزل كده بالثوم، وبنزل من خلطه التوابل بتاعتي دي، باخد كده منها حوالي معلقه ونص كبار، وبسيب الباقي على جنب. هقلب كده التوابل والثوم مع البصل، وشمي بقى الريحه، يعني مش قادره اقولك على ريحه التوابل وهي بتتحمص مع البصل، حاجه ما حصلتش. مش عايزه برضو الثوم يعني يحمر او اي حاجه، بس يا دوب ريحته تطلع، وابتدي كده اضيف معلقتين الصلصه الجاهزه واقلبها كده مع البصل بتاعي. ودلوقتي هضيف عصير الطماطم طبعا، ونقلب الخلطه الجميله بتاعتنا دي، وما ننساش البنجر، وما ننساش يعني البنجر هضيفه علشان بيحمر لي الصلصه. وعايزه اقول لكم كمان البابريكا لما بنضيفها برضو بتدي لون حلو قوي قوي للخلطه، وبتدي طعم كمان. حابه تضيفي من التوابل، يعني توابل محشي مثلا براحتك، عايزه تزودي اي توابل زياده زودي، بس هم دول التوابل الاساسيه للمحشي، وهم دول بيطلعوا محشي طعم المحشي حلو جدا. اول ما الصلصه بتتسبك معايا، يعني ببص كده الاقي الماده الدهنيه فصلت على الوش، بشيل البنجر وبطفي عليها، وهنشوف دلوقتي باقي الخطوات مع بعض. الرز طبعا غسلته دلوقتي، وهبتدي كده اضيف عليه البصل اللي احنا ما سبكناهوش اللي كان في الفريزر. عندي معلقه السمنه البلدي دي بقى هاخدها في كسرولة كده، وهروح بيها على النار، وهنعمل بيها الطشه بتاعتنا. هي مش طشه بالمعنى الحرفي يعني، بس انت هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه. هبتدي كده اضيف باقي التوابل كلها، وضفت الكمون في المرحله دي، وضفت الخضره، وهبتدي كده ادعك بايديا كده الرز مع الخضره مع التوابل دعكه كده محترمه، بحيث كله ياخد من طعم بعضه. الحركه دي بتفرق جدا 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 في طعم الخلطه يا جماعه. وهضيف كده الطماطم المبشوره، وهضيف الطماطم اللي انا سبكتها او التسبيكه اللي احنا عملناها على النار. عايزه اقول لكم الكمون بضيفه على البارد يا جماعه، مش بحب اسخن الكمون، يعني بحس ان هو بيمرر، وطعمه بيبقى يعني لاذع قوي او باين قوي. ده شكل الخلطه بتاعتي، خلطه في منتهى الجمال. بصوا بقى معلقه السمنه انا عملت فيها ايه، خليتها على النار لحد لما يعني السمنه اتقدحت كده، وبقت يعني لازم تبقى تسود كده زي ما انتم شايفين كده، تبقى تتحول للون البني. تمام، وبنزل بيها على الخلطه بتاعتي. مش قادره اقول لكم الحركه دي بتعمل ايه في خلطه المحشي، يعني انا جربتها بيه ومن غيره، يعني بصراحه فارقه جدا 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 في طعم المحشي. جربوها يا جماعه ان شاء الله يا رب، هتعجبكم جدا جدا جدا. بنزل كده بيها وهي سخنه على خلطه المحشي بتاعتي، استخدمي سمنه بلدي او زبده، المهم ان انت بتقدحيها قوي قوي لحد لما لونها بيبقى بني. تمام، قلبيها كده وخلطة المحشي معايا جاهزة. بالنسبة كده للورق بقى بتاع الكرنب، انا طبعا كنت سالقه الكرنب من قبلها بيوم، ومجهزاها مجهزة كل حاجة، وسبت لكم ورقة كده بس علشان اوريكم انا بعمل ايه لما بلف المحشي بتاعي. طبعا الطريقة دي يعني انتي استخدمي اي طريقة انت تحبيها،
او اي طريقه بتريحك، بس انا عايزه اقولك ان الطريقه دي ما بتهدرش ورق كتير معانا، وبتديكي صوابع المحشي بتبقى كلها يعني مقاس واحد، فبيبقى شكلها منتظم. حتى لو انت عندك عزومه او عندك ضيوف بيبقى شكل المحشي كده انيق وجميل، كله مقاس واحد. بتلفيه كده زي ما انت شايفه، زي ما انا بعمله كده، وبتجيبي بقى السكينه بشيل الجزئين كده اللي من هنا من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وبعدين بقيس كده على قد صابع المحشي اللي انت عاوزاه. قيسي كده، انا بقيس 4 صوابع او 5 صوابع زي ما انت عايزه، على قد طول المحشي اللي انت عاوزاه. خلي كل الصوابع قد بعض، هيديكي شكل المحشي حلو جدا. او حتى لو انت هتفرزيه بتفرزيه وهو ملفوف كده، تمام. شايفه بتبقى طويله، بتقطعي بقى على قد المحشيه اللي انت عاوزاها. انا زي ما قلت لكم انا كنت مجهزه كله من قبلها بيوم، تمام، وكنت سايبه لكم الواحده دي علشان ايه، نعملها مع بعض. بتقطعي الورق كده على قد حجم صباع المحشي اللي انت حباه، وبتبتدي تلفي. باخد كده من الخلط حوالي معلقه صغيره من معالق الشاي او اكتر على حسب صباع المحشي اللي انت حباه، حباه كبير حباه صغير زي ما انت عاوزه. وببتدي كده بلف بحيث الورق طبعا الجزء اللي بتبقى فيه العروق باينه بيبقى من جوه، والجزء الاملس بيبقى من بره. وبلف كده بالشكل ده، يعني مش ما تمليش صباع المحشي قوي، وخليه حلو كده زي ما انت شايفه. يعني بملاه كله، بوزع الخلطة بقى يعني على طول صباع المحشي. ما تقلقوش، الرز مش هيخرج منه ولا حاجة، يعني طول ما هو يعني مش مكبوس قوي بيبقى حلو بيستوي وبيبقى جميل. وبتبصي ما تلاقيش رز خالص خالص طالع معاكي في الحلة زي ما انت شفتي معايا المحشي كده في اول الفيديو، تمام. بنفضل نلف كده الكرنب بتاعنا. وبعد كده انا خلصت كل الكمية، انا عملت حوالي كيلو من الرز، وبقية الخلطة كنت بقى عاملة بيها محشي فلفل. وهاخد من الفلفل كده فلفلاية هسويها مع الكرنب، بتدي نفس حلو قوي 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 للمحشي بتاعي. جبت الحلة اللي انا هسوي فيها، رصيت فيها العروق بتاعة الكرنب كده من تحت، وكمان العروق بتاعة الخضرة، تمام، بتدي طعم حلو. والعروق بتاعة الكرنب بتعليلي كده المحشي بحيث انه ما يلزقش في الحلة. بنبتدي كده نرص المحشي بتاعنا. الاول بعمل داير كده، داير ما يدور، برص الصوابع داير ما يدور. بعد كده برص الصوابع كده بالطول وبالعرض، وبخلفهم كده من بعض علشان لما اضيف الشوربه تتغلغل في كل جزء من الكرنب بتاعي. وراعي كده وانت بترصي ما تخليهوش متزنق قوي قوي على بعضه، يعني خليه برده حبه مهوي. لما ترصي الرصه اللي من فوق يعني رصيتي كده رصه، هترصي الرصه اللي بعدها كده يعني عكس الرصه اللي قبلها، يعني لو الرصه اللي قبلها بالعرض اللي فوق يبقوا بالطول، فاهمين طبعا، تمام. عايزه اقول لك حله المحشي المفروض تكون حله واسعه، وما تزوديش عن 4 صفوف، يعني علشان يستوي معاكي حلو، قلب المحشي يبقى من جوه مستوي حلو، تمام. ادي الحله بتاعتي جهزت خلاص. هروح بقى على النار ونشوف هنسوي المحشي بتاعنا ازاي. انا هسوي المحشي النهارده بتاعي بشوربه لحمه، تمام. اخدت جزء من الخلطه وهنزل بيه كده كام معلقه من الخلطه، وهنزل بيه على الشوربه بتاعتي، وهنزل كمان بمعلقه كده من السمنه البلدي. هقلب الحاجات دي كلها مع بعض وندوق يا جماعه، نظبط الملح بتاع الشوربه بتاعتنا. انا حسيت كده ان هي يعني محتاجه شويه من الملح، فضفت كده شويه من الملح. وكده الشوربه بتاعتي اللي انا هسقي بيها جاهزه، ولازم تكون طبعا سخنه بتغلي. هجيب سباتيولا او معلقه وبحطها في الحله بالمنظر ده علشان لما ننزل بالشوربه المحشي بتاعنا ما يتبهدلش. وبنزل بكميه الشوربه بتاعتي بحيث تغطي كده الطبقه الاخيره، يعني الطبقه الاخيره يبقى باين منها قد نصها كده يعني، تمام. ببدا اهز الحله كده بالمنظر ده علشان الشوربه تتغلغل جوه الحله، والمحشي معانا يستوي من قلبه ومن جوه. الناس اللي بتشتكي ان المحشي مش بيستوي معاها من قلبه، لا لازم تهزي الحله. وبيبقى مستوى الشوربه بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. بجيب طبق طبعا وبقلبه كده على المحشي بتاعي، ويفضل يكون الطبق على قد مقاس الحله بالظبط علشان كل المحشي يبقى متغطي معايا. وبعدين بغطي وبسيب المحشي على نار عاليه معايا لمده تلت ساعه، تمام. بعد مرور تلت ساعه ببدا اهدي النار، وبسيبه كمان تلت ساعة. بعد مرور تلت ساعة بيبقى شكله بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. بيبقى المحشي طبعا زي ما احنا عارفين الكرنب بيبقى عالي من ناحية وواطي من ناحية تانية، فما تقلقيش ده طبيعي يعني، تمام. علشان كده انا بعد ما بشيل الطبق
ببدأ كده اهز الحلة علشان الشوربة برضو اللي باقية دي تتوزع معايا بشكل كويس. تمام. وبسوي على العين المتوسطة يا جماعة، مش العين اللي في النص، لا العين المتوسطة اللي نارها متوسطة، لمدة تلت ساعة كمان على نار هادية. انا بس علشان كادر التصوير بصور هنا على العين اللي في النص، ولكن انا نقلته على العين المتوسطة. بعد مرور تلت ساعة كمان كان المحشي اتشرب الشوربة تماما، والشوربة بتاعته كان مقدارها مظبوط جدا. طبعا مش بنغرفه خالص خالص وهو سخن، او بنقلبه في صاج او في صينية وهو سخن، لازم يبرد او يبقى يعني ياخد حوالي ربع ساعة كده يهدى ويتشرب باقي كمية المية، يعني باقي كمية الشوربة. بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. بنبتدي بقى نقلبه. عايزة اقولك ان ما فيش يعني ما لزقش ولا اتحرق، لان النار بتاعته مظبوطة. وكمان العروق بتاعت الكرنب دي كانت معلية صوابع الكرنب بتاعتي او صوابع المحشي، فما لزقتش ولا اتحرقت ولا اي حاجة. حاجة في منتهى الجمال، محشي مظبوط بالشعر يا جماعة. عايزة اوريكم كده بس الرز من جوه مفلفل، كل رزاية يعني تعديهم كده، ممكن تمسكيهم تعديهم، مفيش تعجين ولا فيش اي حاجة. وطعم الخلطة مش قادرة اقول لكم كان رهيب قد ايه. جربوا تكة الطشة وان شاء الله هتعجبكم جدا، متأكدة انها هتعجبكم. يا رب الفيديو كمان كله يكون عجبكم. ما تنسوش لايك الفيديو وشير، واشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله